التهجين، الطاقة الحرة، الروابط الكيميائية، كلها أسماء مرعبة، بس لو نزلت اتكلمت معاهم هتلاقيهم طيبين جدا. أنا مستر هشام محسن، وهنا الكيمياء اللي محدش بيشرحها. النهاردة الحلقة الأولى عن المفاهيم اللي اتظلمت في الشرح. أكيد عمرك ما سألت الذرة أنت ليه عايزة تبقي اس بي 2. ده التهجين بكل بساطة. لو احنا بصينا على التهجين هنلاقي ان الذرة بتحاول تظبط المدارات بتاعتها في اكتر وضع تكون مرتاحة فيه، زي ما حضرتك كده بتيجي تركن عربيتك بتركنها في اكتر وضع انت مرتاح فيه وما يحصلش فيه خناق. اما بقى الطاقة الحرة دي هي اللي بتقرر هل التفاعل ده يستاهل المجهود ولا لا. زي ما حضرتك كده حاطط هدف قدامك وعايز توصل له، فبتشوف هل ده يستاهل مجهود المذاكرة ولا لا. اما بقى موضوع الروابط ده بسيط جدا. الرابطه بتقرر يا اما هتتخلى عن بعض الالكترونات بتاعتها اللي هي مش محتاجاها، او هتشارك مع ذره تانية بالكترونات. فهنا بتحدد هل هي هتبقى رابطه ايونيه مثلا او تساهميه. زي ما حضرتك كده ماشي في الشارع وقررت تتخلى عن بعض الفلوس تتبرع بيها لحد فقير، او قابلت واحد صاحبك وقررت ان انت وهو تشاركوا مع بعض بالفلوس عشان تعملوا مشروع. هي دي الروابط الكيميائيه بكل بساطه. لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه هنا اعمل فولو لايك اكسبلور واستنى الحلقه الجايه.